كل خوف وراه قصة، وكل قصة وراها عقل بيتكلم، حتى لو بصوت واطي. هنا في عين العقل مش بس بنسمع، احنا بنفهم، بنغوص جوه الحكاية ونسلط النور على الزوايا اللي دايما بتستخبى. ايه اللي حصل؟ ليه حصل؟ وايه اللي كان العقل شايفه واحنا مش شايفينه؟ تعالوا نبدأ. لما نقول إن مريضة زي دي مصابة باضطراب ما بعد الصدمة، إحنا مش بنتكلم عن خوف عادي، إحنا بنتكلم عن خوف بيكمل بعد ما الخطر خلص، عن عقل اتعلم إنه في خطر ورفض ينسى، حتى لما كل حاجة حوالين الشخص بتقوله إنه بأمان. المرض ده اسمه اضطراب ما بعد الصدمة، أو بالإنجليزي Post Traumatic Stress Disorder، بنختصره ب PTSD. الأعراض: كوابيس متكررة، ذكريات مفاجئة ترجع في أي وقت، فلاش باكس، توتر دايم ورعشة ونبض عالي لأي صوت أو حركة مفاجئة، تجنب أي حاجة تفكرهم باللي حصل حتى لو كانت بسيطة، الإحساس بالذنب أو الخوف أو الغضب من غير سبب واضح، صعوبة في النوم أو التركيز أو حتى الشعور بالأمان. وده اللي شفناه بالضبط في بطلتنا. هي مش مجنونة، هي مصابة ب PTSD. هل ده مرض نفسي خطير؟ لكنه مش معناه إن الشخص ضعيف أو مكسور. ده معناه إن العقل حاول يحمي نفسه، فعمل جرح بدل ما يقفل الجرح القديم. وده محتاج علاج مش لوم. إزاي بيتعالج؟ في طرق كتير للعلاج، وأغلبها فعالة جدا لو الشخص خد الخطوة. علاج معرفي سلوكي CBT، علاج بالتعرض التدريجي للمواقف الصادمة، العلاج بالكلام Psychotherapy، وأحياناً أدوية تحت إشراف طبيب نفسي. تعالوا نتكلم أكتر عن كل طريقة من طرق العلاج بشيء من التفصيل. العلاج المعرفي السلوكي CBT ده نوع من العلاج بالكلام، بيركز على العلاقة بين أفكارك ومشاعرك وسلوكك. يعني لما بتحصل لك حاجة، إزاي بتفكر فيها، وإزاي التفكير ده بيأثر على إحساسك وتصرفك. يخليك تلاحظ وتغير الأفكار اللي بتوصلك لمشاعر سلبية، خصوصاً في المواقف اللي بترجع لك الذكريات المؤلمة. ممكن عشان تبدأ تعمل كده تحجز جلسات مع معالج نفسي متخصص في CBT. ممكن تبقى جلسات فردية أو جماعية، بتبدأ تتكلم عن المواقف اللي بتأثر فيك، والمعالج يساعدك تحلل وتفهم رد فعلك. بتاخد واجبات بسيطة بين الجلسات زي الكتابة أو التمارين الذهنية، وده بيكون موجود في مراكز علاج نفسي موثوقة. أطباء نفسيين بيقدموا CBT، دكتورة أو دكتور، مواقع زي شازلونج، O7 ثيرابي نفسي. العلاج بالتعرض Exposure Therapy ده نوع من العلاج بيخليك تواجه الحاجة اللي بتخوفك أو بتستفز ذكرياتك، بس بطريقة تدريجية وأمنة. بيعلم مخك إن الحاجة اللي بتخوفك مش خطر فعلي دلوقتي، فيبدأ القلق يقل واحدة واحدة. المعالج يبدأ معاك بمواقف بسيطة ليها علاقة باللي حصل لك، مع الوقت يخليك تتعرض لمواقف أصعب شوية، بس دايماً في بيئة أمنة. بتتعلم تقنيات تنفس واسترخاء وتنظيم مشاعر علشان تقدر تواجه. خلي بالك ما تعملش ده لوحدك، لازم يكون مع متخصص علشان ما يحصلش انتكاسة أو زيادة في الخوف. العلاج بالكلام سايكوثيرابي ده النوع الكلاسيكي من العلاج النفسي، إنك تتكلم مع معالج عن مشاعرك، تفكيرك، ذكرياتك، وكل حاجة بتأثر عليك. بيساعدك تفهم نفسك أكتر، تفهم ليه بتتصرف بشكل معين، تحط خطة للعلاج والخروج من المشكلة النفسية. لازم تختار معالج ترتاح له، راجل أو ست حسب ما تحب. الجلسات بتكون أسبوعية غالباً 50 دقيقة. المعالج يسمعك ويعلق ويوجهك، بس طبعاً من غير ما يحكم عليك أبداً. بس أهم خطوة،
هي إن الشخص يعترف إنه محتاج يساعد نفسه، وده مش ضعف، بالعكس دي أول علامة على القوة. لو عرفت حد بيعاني من أعراض زي دي، ما تحكمش عليه، اسمعه، حس بيه، وشجعه يطلب المساعدة، لأن أوقات العقل بيصرخ من غير صوت، وعين العقل هي اللي بتسمع.